بما إن بقى الحر هجم علينا كده فجأة، فمفيش أحلى من تحلية باردة وهي تورتة آيس كريم المانجا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد هتبهري كل اللي هيدوقها منك انت شخصيا. مش هتبطلي تعمليها طول فصل الصيف. شايفين؟ هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد منك نص ساعة بالظبط في تحضيرها. تحفة، مش عايزة أقول لكم على الجمال. أتمنى لو عجبك الفيديو ياريت لايك وشير ومتابعة الصفحة أو اشتراك في القناة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. أول حاجة معايا هنا هتنزلي بقى في الخلاط في الكبة بتاعتك، مفيش مشكلة، بكوباية من القشطة، دي قشطة وش اللبن، ولو مش عندك ممكن بديلة ليها كوباية من الزبادي. ونزلت كمان بنص كوباية من السكر البودرة، وممكن كمان كوباية من السكر العادي، مفيش مشكلة خالص. طبعا كان عندي هنا مانجا متفرزة في الفريزر من السنة اللي فاتت، هنزل بيها كده بكمية حلوة كده، يعني حوالي كده منجتين متقطعين بالمنظر ده، وتسقعيهم في الفريزر كويس جدا، نضربهم مع بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده هنفتح الكبة، تنزلي كل الجوانب فيها. انا لقيتها هنا ان عايزة شوية سكر كمان، ضفت كمان ربع كوباية من السكر البودرة. يعني كده استخدمت كوباية الا ربع من السكر البودرة، وزي ما قلت لكم ممكن تستخدمي لحد كوباية من السكر العادي. بعد كده هجيب 3 اكياس من الكريم شانتيه العادي جدا، ونزلت معايا بكوبايه من الحليب الساقع المتلج او ميه، مفيش مشكله خالص، ونضربهم مع بعض بالقوام اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يتقل معاكي، والقوام كده يبقى مترابط معاكي. نبدا نضيف الخليط اللي احنا عملناه مع بعض في الخلاط، وبعد كده هتقلبي كويس جدا في المرحله دي. اديته كده ضربه، يعني تديه ضربه كده بالمضرب او بايديكي، مفيش مشكله خالص. لو حابه تعززي اللون وتضيفي لون اورنج او اصفر شويه تعززي اللون، مفيش مشكله، انا ما ضفتش. هنا استخدمت ان انا وريتك ان انا استخدمت بسكوت اولكر، جايبه 6 بكاوي، 6 اكياس من البسكوت الاولكر اللي هو الصغير. بعد كده هنجيب بقى صينيه بتتفتح معاكي او صينيه عاديه، مفيش مشكله خالص. ضفت شويه من خليط الايس كريم معايا، وبعد كده هنضيف البسكوت، هنوزعه كده بشكل متساوي زي ما احنا شايفين، بشكل عشوائي خالص، مش بترتيب ولا اي حاجه. بعد كده هنضيف كل طبقه وطبقه، تضيفي شويه كده من الايس كريم ونفردها كده كويس بظهر المعلقه معانا. وبعد كده هنضيف طبقة بسكوت لحد ما تخلص معاكي الكمية كلها. عايزة اقولك بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش في اللايك، وبعدين نصلي على النبي كده في الكومنتات معايا وتقولي لي بتتابعيني منين. اهو زي ما احنا شايفين، طبقة بسكوت، طبقة ايس كريم، طبقة بسكوت، طبقة ايس كريم. على فكرة لونها حلو جدا، انا قلت لك لو حابة تعززي اللون ضيفي اللون اللي هو الالوان الجل او البودر، مفيش مشكلة خالص، تعزز لك اللون. اخر حاجة تكوني سايبة معاكي برضو منجتين كده متقطعين، انا كنت برضو مفرزاها في الفريزر. شرايح شرايح مانجا متقطعة او مانجا مكعبات، مفيش مشكلة خالص، ضيفيها على الوش بشكل عشوائي جدا. هنا بعد ما زينتها بالمنظر ده، تبدأي بقى حضرتك تغلفيها بالاسترتش راب كويس جدا، وهندخلها معانا الفريزر. انا سبتها ليلة كاملة، يعني كنت عاملاها بالليل وقدمت التصوير المقدمة بتاعتي الصبح. طبعا مش اقل من 6 ساعات في الفريزر، هتطلع معاكي بالمنظر القمر المتماسك ده. شايفين بقت خلاص ايس كريم خالص. نبدأ نفتح بقى ونسلك يعني ممكن تسلكي حروف السكينة بالسكينة كده من حواليها عشان تطلع معاكي بكل سهولة. بس كده تزينيها بقى زي ما انت عايزه، ما تزينهاش، هي قمر جدا. انا حطيت كده فستق، شويه فستق كده من الجناب كداب. بس بصوا هي من غير اي حاجه، من غير اي اضافات، يعني بصوا تحفه جدا. بصوا هتعجب الولاد جدا. وكمان ممكن تعمليها باي نوع فاكهه، مش شرط خالص المانجا، بس بما ان احنا داخلين في موسم المانجا وموسم الصيف، بتبقى بالمانجا خطيره جدا. اتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو. كنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم.